من اصعب المشاكل اللي بتقابل كل هاوي ان هو يعود العصافير اللي عنده على وجبات الاكل الطري. طيب ازاي ان انت هتعود العصافير بتاعتك على وجبات الاكل الطري، سواء العصافير ديت جايبها من المحل او سواء شاريها من هاوي تاني ما كانش بياكل طري، او جايبها حتى من السوق وما تعرفش نظام التغذيه اللي هي كانت ماشيه عليه. شرحنا مع بعض في فيديو استقبال الكوكتيل ان احنا بدانا بنظام ثابت مع العصافير من اول يوم. اشتغلنا بوجبه طري في ميعاد ثابت ووجبه حبوب في ميعاد ثابت، بس وجبه الطري دي ما كنتش بقدمها اول اسبوع طري، كنت بقدمها يوم قرطم ويوم لب. ليه يوم قرطم ويوم لب؟ لان اصلا العصافير الكوكتيل اللي انا جايبها من المحل عمرها ما كانت طري. طب ازاي ان انا اعودها على الطري؟ ابدا الاول اعودها على الطاجن اللي في القفص، ان الطاجن دوت هيتحط لها فيه وجبه. الطاجن الفخار اللي انا هقدم فيه الطري لازم هي تتعود الاول بتفهم ان الطاجن دوت هيبقى الطاجن اللي فيه وجبه اللب او وجبه القرطم او وجبه الطري بعد كده. طيب بدات احط الحبوب بتاعه الكوكتيل او بتاعه البادجي ايا كان العصفور اللي انت هتبدا تعوده على الاكل الطري في ميعاد ثابت يوميا، واحنا شرحنا فيديو كامل عن اهميه ان انت تقدم الاكل في ميعاد ثابت مره واحده يوميا. بدات احط الاكل دوت كل يوم الساعه 7 مساء، وانا بطفي النور الساعه 8 مساء. انا بفتح النور من 6 الصبح لحد 8 مساء، فانا قبل ما اطفي النور بساعه بحط وجبه الحبوب. العصافير اكلت ما اكلتش هطفي النور الساعه 8 ومش هتاكل الا تاني يوم. طبعا انا حاطط لمبه اضاءه ليليه، بس العصافير بتبدا ان هي تخش في حاله من الخمول او تبقى هاديه كده بعد ما بطفي الاضاءه القويه بتاعه النهار وبسيب الاضاءه الخافته بتاعه بالليل. فالعصافير خطوه بخطوه بدات تتعود ان الاكل هيتحط الساعه 7 والنور هيتقفل الساعه 8 ولازم ان هي تاكل. تاني حاجه العصافير عارفه ان الاكل مش هيتحط لها الا تاني يوم في نفس الميعاد الساعه 7 مساء. ده بالنسبه لوجبه الحبوب. وجبه الحبوب بتاعه الكوكتيل كنت بقدم كيلو فلارس ونص بلكم، اما البادجي اثناء موسم الانتاج بقدم كيلو فلارس وكيلو بلكم، وبرده الخلطه دي او الخلطه دي تنفع مع الرز او الفشار. طيب هنا كده انا عودت العصافير على ميعاد وجبه الحبوب وعودتهم على ميعاد وجبه اللب او القرطم اللي هي الساعه 7 صباحا. ليه 7 صباحا؟ علشان العصافير دايما بتبقى شهيتها مفتوحه الصبح، فانا باكل لهم وجبه الصبح ووجبه قبل ما اطفي النور علشان اطمن ان العصافير شبعانه ونايمه او بايته شبعانه. طيب وعلشان انا بقدم وجبه الطري الساعه 7 الصبح فانا بدربهم الاول على الطاجن نفسه. وطبعا طاجن خلطه التحديق ثابت في القفص عندهم على طول، وما شاء الله كانوا بيفرتكم طاجن خلطه التحديق، وده معناه ان هم كان عندهم نقص في الاملاح ونقص في الاحماض الامينيه، وكان هم محتاجين املاح معدنيه كتير ومحتاجين كالسيوم. طيب انا بدات اشتغل مع العصافير بنظام ثابت، ما بداتش ان انا استعجل، في ان اخلي العصافير دي تنتج، خصوصا ان انا كنت جايبها والعصافير الكوكتيل دي كانت بتقلش. انا كل اللي انا عايز اعمله اعودها على النظام بتاعي بنظام الاضاءه ونظام التهويه ونظام التغذيه. عودتها على الثلاث حاجات دول هاكلهم الطري بمنتهى السهوله. ليه؟ خلاص هم درجه الحراره ثابته، نظام التهويه ثابت، نظام الاضاءه ثابت، مواعيد وضع الاكل ثابته، فانا شغال بنظام مع الطيور، والطيور اللي انا بشتغل معاها بنظام دايما بتبدا تتعود على النظام ده. بدات من تاني اسبوع اقدم وجبه الطري. قدمت الاول ايه؟ اول حاجه قدمتها منقوع. طب ليه منقوع؟ المنقوع بيبقى في حالته الطبيعيه، يعني لا هو مهروس ولا هو مستنبت ولا هو عليه اضافات. مهروس زي وجبه المسلوق اللي انا بهرسها، والمستنبت طبعا عارفين المستنبت. انا مقدم الحبوب في شكلها الطبيعي. ليه؟ لاحظت ان العصافير الكوكتيل بتاكل الحبوب اكتر في شكلها الطبيعي. يعني لما حطيت وجبه المنقوع اللي هي عباره عن عدس وحلبه وغله وشعير وكل دوت، بدات ان هي الكوكتيل ينزل عليها وياكل منها بس كميه بسيطه جدا، علشان هو شبعان بالليل من وجبه الحبوب. طب انا اعمل ايه؟ الصبح اقوم جاي رافع وجبه الحبوب خالص، ما اسيبش عنده طول النهار الا وجبه ايه؟ وجبه المنقوع او وجبه المستنبت على حسب الوجبه اللي انا هقدمها، او وجبه المسلوق، بس كنت بسيب المسلوق بشكله الطبيعي. كنت بس بقسم حبيت الحمص كده عشان انتوا عارفين ان انا بحط عندي في خلطه المسلوق حمص، كنت بس بقسمها كده عشان العصافير تعرف تاكلها، واسيب الوجبه في شكلها الطبيعي والحبوب في شكلها الطبيعي. حتى لما كنت بقدم فلفل او بقدم اي خضروات زي الجرجير او زي الكزبره او البرسيم كنت بسيبها في شكلها الطبيعي. يبقى تاني مرحله في تعويد العصافير على وجبه الطري ان انت تقدم الوجبه في شكلها الطبيعي.
سواء منقوع سواء مستنبت سواء مسلوق في الوجبه بشكلها الطبيعي من غير اي اضافات. ما كنتش بضيف عليها لا مورينجا ولا بودر ولا تعفير ولا حبوب طاقه. ممكن كنت اضيف حبوب طاقه بس كنت بسيب الوجبه العصفور يبقى فاهم ان دي وجبه حبوب علشان يبدا ينزل ياكل منها. علشان بقى اشجعه ان هو ياكل منها اكتر كنت برفع وجبه الحبوب الجافه اللي هي الفلارس والبلكم خالص لحد ميعاد الوجبه بالليل. طيب ليه انا كنت برفع وجبه الحبوب الجافه خالص من القفص واسيب قدام العصفور وجبه الطري اللي انا مقدمها سواء منقوع او مسلوق او مستنبت؟ علشان يبقى الطائر مفيش قدامه بديل الا الوجبه الطري، فيبدا ان هو ياكل من الوجبه الطري بكميه اكبر. في المرحله اللي فاتت كان بيكتشف الوجبه وبياكل منها حاجه بسيطه. في المرحله دي انا عايز الطير ياكل وجبه الطري بالكامل علشان يبدا ان هو ينوع في التغذيه ويستفيد من وجبه الطري. فازاي ان انا هعمل كده؟ لازم بقى ان انا اجمد قلبي شويه على الطير. مش نقول بقى ان الطير رافض وان الطير مش عايز ياكل، لا، شيل وجبه الحبوب وسيب الطير مفيش قدامه غير وجبه الطري. الطير فاهم كويس قوي ان هو هيجي في ميعاد وجبه الحبوب هيلاقي الحبوب بتاعته. طيب انت بقى خلال النهار مفيش قدامك بديل كطير الا الوجبه دي، هي وجبه الطري دي اللي قدامك طول النهار، يا تاكل يا تفضل جعان لحد تاني يوم. فهو هيبدا فعلا ياكل من وجبه الطري وده اللي حصل معايا. الطير بقى بياكل كميه اكبر من وجبه الطري. طيب بعد كده انا محتاج بقى ان انا ادخل وجبه البيض المسلوق، ودي اصعب مرحله لان البيض المسلوق لازم يتهرس ونبدا ان احنا نقدمه للعصافير. لا، كنت بقطع ربع البيضه كده صفار ببياض واحطها في الطاجن واسيبها قدامه. اول مره ما اكلش عادي جدا، خدتها هرستها ورميتها للبادجي فرتكوه. تاني مره بدات اهرسها له هرسه بسيطه واسيبها له معاها حبوب منقوع حواليها. بدا ان هو ينزل يجرب ايه الوجبه دي، ما هو عارف المنقوع. فبدا ان هو ياكل اكله بسيطه من وجبه البيض المسلوق. فانا بمشي مع العصفور خطوه بخطوه لحد ما اعوده ان هو ياكل وجبه البيض من خلال ان انا بقى ببدا ارش له على البيض دوت شويه فنارس، ابدا ارش له على البيض دوت شويه دخن. طبعا انا كنت بحط اعواد الدخن للعصافير الكوكتيل داخل العش، وبصراحه اول يوم ما دخلوش العش، تاني يوم لقيتهم دخلوا العش وفرتكم الدخن ما سابوش منه اي حاجه، ولقيتهم بداوا ان هم ينعموا الصدف وبداوا ان هم يتحركوا داخل العش. طبعا انا كنت بسيب للعصافير بيئه خاصه بيهم او بسيب المحيط بتاعهم ما بيزعجش العصافير كتير، عاوز ان العصافير تبدا تحس بخصوصيه. لكن كنت بعرف اللي انا بقول لكم عليه ده من خلال ان انا كنت ببص في العش الاقي الدخن خلصان والاقي الدخن مبدور والاقي ان الصدف متحرك داخل العش. كنت ببص على الطاجن الاقي ان الحبوب باين ان هي متاكل منها وان الحبوب ديت بداوا ان هم ياكلوا فيها، فبالتالي بعرف ان هم اكلوا. وطبعا كنت بحط وجبه قليله، يعني كنت بحط معلقه صغيره منقوع، معلقه صغيره بيض مسلوق، بحيث ان انا عايز اعرف هل العصافير فعلا اكلت ولا لا واقدر احدد الكميه اللي العصافير اكلوها، لان هم قدامهم الطاجن ولازم هياكلوا بالطاجن، مفيش بديل تاني، مفيش حبوب الا مره واحده يوميا الساعه 7 مساء، وبعد ساعه النور هيطفى وتاني يوم الصبح انا هرفع من عندك الحبوب. فالطير فهم خلاص ان هو لازم يبدا ينوع في التغذيه. الحمد لله ما قابلتش مشاكل في الوجبات، الطير عندي والطير اتعود عليها، والطير الحمد لله بدأ صحته تتحسن، مناعته تتحسن مع التنوع في التغذية. طيب أنا بقى عايز أبدأ أحفز الطير. أنا خلصت في أول أسبوع أثناء استقبال الطير كل المشروبات اللي إحنا بنقدمها علشان نرفع مناعة الطير. أنا محتاج هنا إن أنا أقدم جرعة فيتامين متنوع اللي هو الألبا فيت، جرعة فيتامين متنوع وفي فيتامين د وفي كالسيوم، علشان ابدا احفز الطير على التزاوج والانتاج ويخلص القلش بسرعه ويبدا ان هو يخش معايا في مرحله الانتاج. يبقى انا ماشي بخطوات ثابته ومنظمه مع الطير، من اول تعويده على الحبوب، بعد كده تعويده على مواعيد الاكل، تعويده على نظام الاضاءه ونظام التهويه. اتعود ان وجبه الطري او اللب او القرطم بتتحط الساعه 7 الصبح، وجبه الحبوب بتتحط الساعه 7 بالليل، وجبه الخضروات بقدم له عودين من الخضروات في نص اليوم، الفلفل بعلقه له بمشبك، فكل حاجه ماشيه بنظام. بدات ان انا اقدم الفيتامين ازاي؟ بجيب وجبه المنقوع واحط عليها 3 نقط فيتامين من القطاره اللي انا بشتغل بيها علشان اعاير بيها، 3 نقط بس على وجبه المنقوع اللي هي معلقه المنقوع. كانوا ما شاء الله بياكلوا وجبه المنقوع وبياكلوا كمان معاها الفيتامين او بيستفيدوا بالفيتامين. وكنت برضه بحط 3 نقط فيتامين على النسا ال 200 مللي، بحيث ان هم اتاكد ان هم استفادوا من الفيتامين وفعلا فرق معاهم من ثالث يوم،
ولسه هنشوف دوت دلوقتي داخل المزرعه. الحمد لله الانثى لقيتها بدات تتحرك على المكسب او الوقافه، والذكر بدا يغرد وبدا يبقى فيه زي بدايه توالف وبدايه تزاوج بين الذكر والانثى، وده كان واضح. ما كنتش بخش المزرعه بصراحه، بس وانا واقف في البلكونه كنت بشوف حركه الانثى وبسمع صوت تغريد الذكر، فكان ده مؤشر ايجابي قوي ان طبعا التغذيه وجرعه الفيتامين اللي خدوها فرقت معاهم في تحفيزهم على الانتاج. وده اللي احنا عايزينه، ان احنا نقدم تغذيه متنوعه ونعوض العصافير عن النقص في العناصر الغذائيه، فيبدا ان العصفور ينتج معاك. طول ما التغذيه مظبوطه ومتنوعه للعصفور هيبدا ان العصفور ينتج معاك باذن الله. وفعلا الالبا فيت فرق جدا مع العصافير. طيب بدات بقى ان انا اقدم وجبه البيض يوم ويوم للكوكتيل. ليه اقدم وجبه البيض المسلوق يوم ويوم؟ علشان وجبه البيض المسلوق فيها كالسيوم، فيها بروتين، فيها احماض امينيه، فيها فيتامين د3، فيها سيلينيوم، فكل ده مهم جدا للعصفور عشان العصفور ينتج معاه. لان طبعا انتوا عارفين ان الكوكتيل شغله تقيل وكمان تخصيبه ضعيف، فانا عايز اعلي التخصيب وعايز اخلي العصفور يشتغل بسرعه ويعدي فتره القرش بسرعه، فكل ده من خلال التغذيه. لان الفيتامين انا هديله 5 ايام وبعد كده هكمل بالتغذيه المتنوعه. فكان مهم جدا ان انا اعود الطير على التغذيه المتنوعه ديت علشان اقدر اخد منه انتاج. والحمد لله العصافير دلوقتي بتجهز لعش وبتجهز لدوره انتاج جديده، فربنا يبارك فيهم ويرزقنا خيرهم ان شاء الله. وبكده دي الطريقه اللي انت تعود بيها طيورك على الوجبات الطريه بمنتهى البساطه. تجوع الطير بانك تقدم له الاكل في ميعاد ثابت يوميا. تبدا تقدم الاول وجبات حبوب منقوعه ومستنبته ومسلوقه بس في حالتها الطبيعيه. بعد كده تبدا تدخل وجبه البيض. ممكن وجبه البيض يبقى معاها منقوع في الاول، بعد كده وجبه البيض معلقه كبيره من وجبه البيض المسلوق. ممكن بعد كده لما الطير يتعود على الطاجن ويبدا ينزل قدامك على الطاجن نبدا نحط اضافات التغذيه اللي احنا متعودين عليها، سواء بودر او تعفير او حبوب طاقه. ان شاء الله الطير هياكل معاك عادي جدا، ويبقى انت كده ان شاء الله ضامن ان التغذيه مظبوطه، فيبقى الانتاج مظبوط باذن الله عند العصافير. وما نلاقيش بقى المشاكل اللي بنلاقيها في الكوكتيل، ان عدد البيض قليل او ان البيض قشرته ضعيفه او ان التخصيب ضعيف، فتلاقي ان البيض فاضي ورايق. ده نتيجه ان التغذيه مش مظبوطه والعصفور مش لاقي العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها علشان يقدر ينتج صح. هنروح دلوقتي لحد المزرعه نتفرج على الكوكتيل ونشوف الحاجات اللي احنا شرحناها مع بعض في الفيديو، ونقول ايه الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها والكوكتيل وصل لفين. وربنا يكرمنا ويكرمكم في طيورنا جميعا يا رب. تعالوا نبص كده مع بعض على الكوكتيل. بسم الله ما شاء الله، من اول نظره هيبان طبعا ان هو اختلف في الحجم ما شاء الله. حتى الريش، نمو الريش بقى افضل بكتير. الفرد طول ما شاء الله، ده يدل على انه بدا يخلص قلش. الريش طول بتاع الديل، فكل دوت نتيجه التغذيه. طيب تعالوا بقى نبص كده على القفص وعلى محتويات او مستلزمات القفص. طبعا الطاجن بتاع خلطه التحديق في الوش اهوت زي ما انتم شايفين في الجنب بتاع القفص، باين اهوت في وش الكاميرا. تمام. طبعا انا حاطط وقافه بالعرض ويكون في مسافه من هنا ومن هنا علشان الكوكتيل لما يجي يتزاوج يبقى العصفور واخد راحته. الديل مش هيخبط في السلك بتاع القفص من هنا او من هنا، ويبقى العصفور واقف مرتاح داخل القفص. طيب تعالوا بقى نبص كده على الاكل. طبعا انا مش حاطط هنا الاكل اهو، مفيش اي حبوب عند الطير. كل اللي انا حاطه الطاجن بتاع وجبه الطري. طيب تعالوا كده نبص على الطاجن مع بعض. بصوا كده معايا على الطاجن ما شاء الله. طبعا الطير فرتك الوجبه بتاعه المنقوع، واضح جدا ان هو واكل كتير من الوجبه. وطبعا الوجبه دي كان عليها فيتامين البا فيت النهارده تالت يوم ما شاء الله. وكمان اللي كان على الوجبه اللي هو لونه اصفر ده حمص. طبعا الوجبه كمان عليها حلبه مستنبته ودي محفز قوي، وطبعا مهم جدا في فتره القلش، وكمان مهم للريش ومهم للخصوبه، وبيساعد العصافير على زياده الخصوبه علشان البيض يبقى مخصب. فالوجبه دي طبعا مهم جدا ان العصافير تاكلها. برضو وجبه البيض ان شاء الله نصور لكم والعصافير بتاكل وجبه البيض، او بعد ما تخلص اكل الوجبه ازاي ان هم ما شاء الله بقوا بياكلوا وجبه البيض المسلوق. لو طلعنا الطاجن كده مع بعض بصوا كده ما شاء الله، العصفور واضح جدا ان هو واكل من كل انواع الحبوب اللي موجوده في الطاجن ما شاء الله. هنسيب له برده الوجبه ديت يكملها. طب فين الحبوب؟ الحبوب موجوده بره القفص خالص، انا مش حاططها داخل القفص. دي يا شباب وجبه الحبوب اللي باقيه من امبارح. طبعا انا رافع وجبه الحبوب نهائي علشان ابقى مطمن ان الطير هياكل من الوجبه الطري اللي انا مقدمها. ايا كانت بقى الوجبه الطري، المهم ان الطير يبدا ان هو ياكل من الوجبات الطريه، لان ده مهم جدا لتنوع التغذيه بالنسبه للطير
علشان الطير باذن الله يبقى انتاجه كويس. طيب بصوا هنا كده، شايفين عود الدخن؟ ما شاء الله العصفور خلص عود الدخن تماما، فرتك عود الدخن مش سايب منه اي حاجه. لو جينا نبص على العش مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا العش طبعا هو حرك الصدف وكل اللي جوه دوت الدخن اللي هو اكله، تمام. فانا خلاص ما عدتش هحرك الصدف تاني، هسيبه زي ما هو عامله. الصدف انا كنت سايب مكان الفجوه او الفتحه بتاعه وضع البيض فاضيه في الدرج، وموزع الصدف حواليها. هو جمع الصدف بالطريقه ديت، فانا هسيبه علشان يبدا يطمن للعش وما يقلقش من العش. طبعا انا مش هقدر اوريكم الطير وهو جوه العش او وهو بياكل، لكن زي ما بنقول كده ربنا عرفوه بالعقل من غير ما يشوفوه. فاحنا من خلال الحاجات او السلوكيات اللي احنا شفنا ان الطير عملها، فواضح جدا ان الطير بدا ياكل الدخن، وبدا ان هو يخش العش، وبدا ان هو ياكل الوجبات الطريه. حتى لو جينا نبص على الدرج، بصوا كده بسم الله ما شاء الله، ركزوا كده في الدرج، واضح جدا اهوت ان هو واكل من الوجبات الطريه، وواكل اللب، وكمان واكل من الحمص اللي انا قلت لكم عليه. والحمص طبعا ده مفيد جدا بالنسبه للطير. فكل دوت ان شاء الله هيساعدنا ان العصفور يبقى تغذيته افضل، ويبقى خصوبته افضل، ويبقى انتاجه افضل باذن الله. كده اتكلمنا عن كل اللي حصل مع الطير، وازاي ان احنا عودنا الطير على الوجبات الطريه. طبعا في دخن برده في الدرج اهو. حتى اللب، هو اللب بياكله كده، بيبدا ان هو بعد ما يقشره ياكله حته بحته، يهريه كده بيبقى باقي منه هري. كل دوت طريقه اكل الكوكتيل. المشبك الابيض دوت ده اللي انا بعلق فيه الفلفل. طبعا انا جايب مشبك بلاستيك علشان لا يصدي ولا يبدا ان هو يتاثر بالخضروات. المشبك البلاستيك دوت انا بعلق فيه الفلفل، وما شاء الله بياكلوا الفلفل، بيحبوه جدا ما شاء الله. كده انا شغال مع الطير بخطوات منظمه وثابته، وان شاء الله باذن الله الطير دوت يبدا يحط بيض في اقرب وقت، ويبدا ينتج باذن الله. زي ما انتم شايفين الريش اتحسن كتير عن الاول، حتى الريش اللي كان في الراس اللي كان متشال او مش موجود بدا ان هو يطلع تاني، اللي هو الريش الابيض الخفيف اللي في الراس ده. فما شاء الله انا حاسس ان الطيور اتحسنت جدا بعد لما اهتمينا بالتغذيه. حتى الحبوب، خلطه الحبوب بنقدم فلارس وبلكم، فالدنيا تمام باذن الله عند العصافير. شكرا لكم، ويا رب يكون الفيديو افادكم وواضح ليكم. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.